رودري لاعب مانشستر سيتي يخطف جائزة الكرة الذهبية لعام 2024. تم تسليم اللاعب رودري جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 لأفضل لاعب في العالم في حفل أقيم في باريس بتنظيم من مجلة فرانس فوتبول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. هل يستحق اللاعب رودري هذه الجائزة أم أن اللاعب فينيسيوس جونيور هو من يستحق هذه الجائزة كونه أقرب منافس له؟ طبعا هذه الجائزة تمنح بناء على معايير وأسس يحددها الاتحاد الأوروبي. ننظر إلى ما قدمه فينيسيوس جونيور. فشل مع المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا فشلا ذريع. طبعا هو جناح مهاجم قدم 35 مساهمة، تشاجر مع كل اللاعبين والفرق اللي لعب ضدها. لم يكن هداف دوري الأبطال، لم يكن هداف الدوري الإسباني، لم يكن ضمن أفضل 10 هدافين في العالم. اللاعب رودري هو لاعب ارتكاز، حصل على الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي واليورو مع منتخب إسبانيا، وكان أفضل لاعب في كأس أوروبا لعام 2024 وله 26 مساهمة. هل يستحق رودري هذه الجائزة أم أن غيره من اللاعبين يستحقون هذه الجائزة؟ أنا برأيي الجائزة ذهبت للذي يستحقها.